الانجلز دي اللي هي بتتخن قوي صح؟ هي بقى مش نظبطين انا واحده هتساوي بس ونكمل. خلاص مش راضيه تطلع. اهلا 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 اهلا. ازيك؟ عارفين اغلب الفيديوهات بتاعتنا بنتكلم على حاجات او بنقول للناس نصايح لحاجات اللي يعملوها علشان البيت يبقى حلو ومريح وكده، بس قليل جدا اما بنتكلم على الحاجات اللي ما يعملوهاش. واحنا دايما بنقول ان اهم قاعدة في الديكور هي ان بيتك يريحك، لكن الحاجات اللي هنقولها النهاردة اللي هي الاخطاء بدل القواعد، الاخطاء اللي بنشوفها تفاديها هيخلي البيت كده متزن ومريح للعين. يعني دي مش حاجات ليها دعوة بالتفضيلات، دي حاجات ليها دعوة بالاتزان والراحة البصرية اكتر من اي حاجة. بالظبط. يعني لو مش عايزه تفتكري قواعد كتير وحاجات، المهم بس حاولي تتفادي النقط اللي هنتكلم فيها دي. وعلى فكرة مهم جدا ان الواحد يعرف الاخطاء اللي يتفاداها، لان هتبقى اسهل من ان واحد يعمل حاجة وبعد كده يكتشف انه كان المفروض تتعمل بطريقة معينة او تبقى اريح بالطريقة دي او اجمل بالطريقة دي ويبدأ يصلحها. لا، اسهل من واحد يعرف من الاول ما يعملش ايه. واوفر كمان. اوفر طبعا نقطة مهمة جدا. ما تنسيش وانتي بتشوفي الفيديو ده انه متقسم اجزاء، ممكن تضغطي على اسم الجزء تروحي عليه على طول. وما تنسيش تعملي لنا فولو على يوتيوب وانستجرام وفيسبوك كمان. خلينا نبتدي بأول خطأ، حاجة لسه شايفاها النهاردة وجننتني، لأنه كان مكان جميل وإمكانياته حلوة قوي، بس ارتفاعات النجف كانت غلط فيه، وده كان مبوظ الميزان. كل حاجة بنشوفها كتير صح؟ أنا بنتسأل فيها كتير كده. القاعدة السهلة اللي تفتكريها إن النجف عايز ينور للناس اللي قاعدة، ما ينورش السقف. احنا عادة بنشوفه متعلق عالي زيادة عن اللزوم، فالقاعدة العامة إن أوضح حتة في النجفة يبقى بينها وبين الأرض، لو النجفة مفيش تحتيها حاجة، حوالي 220 سنتي. طبعا لو السقف أعلى ممكن نعليها شوية بنسبة مناسبة. يعني لو سقف عالي جدا مثلا 4 متر هنعلي النجفة سنة، ولو النجفة تحتها حاجة مثلا ايلاند او جزيرة في المطبخ، ترابيزة سفرة، يبقى بين النجفة برضو اوطى نقطة في النجفة والترابيزة دي او الايلاند ما بين 80 سنتي ومتر، مش اكتر من كده. ما تعليهاش قوي لان هي تحتها ترابيزه محدش هيخبط فيه. يعني لو إضافة منها هنحاول نفتكرهم هم 220 سنتي وما بين 80 سنتي ومتر. الصبح لسه بمناسبة الارتفاعات، اللوحات يا جماعة برضو الموعود دي حاجة بتجنني. المفروض اللوحات تبقى على مستوى العين، لأن عشان الناس تعرف تستمتع بيها ما تبقاش مرفوعة قوي، ومعارضها كمان مهم جدا. لو بس ثانية واحدة، ايه بقى في اللوحة اللي يبقى على مستوى العين؟ منتصف اللوحة يبقى بالظبط عند التهريل. وزي ما انتي قلتي لو السقف عالي قوي unusually عالي ممكن نعليها شوية عشان تبقى نسبة وتناسب يعني. ولو هتركب فوق مثلا قطعة أساس زي كونسول أو كنبة أو هكذا، تبقى يبقى عرضها من نص لتلتين قطعة الأساس اللي تحتها. في نقطة تانية كمان، لو هعلق مجموعة من اللوحات أو مجموعة من القطع الفنية، يبقى المجمل ما بين نص قطعة الأساس وتلتين قطعة الأساس. أنا أتعامل مع المجمل أكنه قطعة واحدة كبيرة يعني، سواء في العرض أو في الطول. صح. هننزل بقى تحت شوية نروح لحاجة أنا بحبها جدا في البيت، ويعني ليا مزاج قوي في إن أنا أشتريها وأخلي شكلها حلو، هي السجاد. السجاد يعني يا إما يخلي البيت شكله شيك قوي وراقي وغني، يا إما بالظبط وواسع جدا، يا إما العكس. وبيجي لنا اسئله كثيره جدا جدا عن مثلا ده الريسبشن بتاعي بس انا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. طب ايه اللي مش مظبوط ده؟ فغالبا بتبقى السجاده، وغالبا بيبقى ان السجاده صغيره. صح تمام. فايه بقى الصح في شراء السجاد؟ انه السجاده تكون كبيره كفايه انها تكون محتويه كل قطع الاثاث اللي فوقها، ولو مش محتويه كل قطع الاثاث يبقى على الاقل قوي الرجول. ده في حالة طبعا الكنب والكراسي وهكذا، ولكن في حالة السفرة محتاجة السجادة تكون محتوية كل الحاجات، الكراسي والترابيزة، وكمان الكراسي وهي أيوة دي نقطة مهمة جدا جدا.
والغريبة بقى ان ناس كتير بتيجي تقول بس هنضف ازاي يا جماعة؟ مش صعب قوي، الواحد بيزيح الاساس ان هو ينضف. لا، وفي معتقد ان لو السجادة اصغر كده انا هوسع في المكان. لا، ده مش حقيقي. العكس تماما. أي. في برضو سؤال تاني بيجيلنا كتير عن السجاد، بيقول لو انا عندي كذا سجادة في نفس المساحة اعمل ايه واجيبهم شكلهم ايه؟ القاعدة الاساسية انه السجاد اللي في نفس المساحة تحاولي انه يبقى باليتة الوان متقاربة، وان هو يكون ستايل متقارب عشان بس والواحد بيبص كده المكان ما يحسش ان فيه يعني فلاش او لخبطة. بس ما يبقوش طبعا متطابقين تماما، لا نفس يعني شبه بعض، نفس الشيء. لازم يبقى متطابقين تماما. يعني في العموم لو بتابعونا من زمان هتلاقونا ما بنشجعش اي موضوع التطابق ده في اغلب الاحيان يعني. وفكرتيني يا سارة نفس الحكاية تنطبق على النجف، ما قلتهاش دي وانا بتكلم عن النجف. لو برضو كذا نجفة في منطقة واحدة مش لازم نكرر نفس النجفة تبقى طبق الأصل، بس ممكن يبقوا اخوات كده بس مش توأم. يعني الخطأ اللي جاي ده هنتكلم فيه بمناسبة ان الناس بتختار السجاد الصغير والمفروض يكبروا. هنتكلم على الستاير. المفروض الستاير تمتد من السقف لغاية الأرض أو فوق الأرض بحاجة بسيطة. ما ينفعش تبقى معلقة وفي مسافة كبيرة بينها وبين الأرض، ويبقى عرضها من 2 ل3 مرات عرض الشباك عشان تبقى غنية ويبقى فيها كسرات كتير. القماش يعني بدأ أعمل بالقماش بتفرق جدا. تعالي بقى نرجع للبيسكس في الخطأ الجاي، اللي هو لو سمحتي بلاش تروحي تشتري أي قطع للبيت من غير ما يبقى عندك بلان. يعني قيسي الأول، اعرفي المساحة اللي عندك ايه، اعرفي انت محتاجة قطعة ايه. ما يعني اعرفي مثلا انا محتاجة ترابيزة هنا سايد تيبل، انا محتاجة كونسول، انا محتاجة كرسي مثلا ارم تشير بدراعات، انا محتاجة لا كرسي اصغر شوية. ما تروحيش تجيبي القطعة عشان هي عجبتك، روحي جيبي القطعة عشان انت عارفة انا محتاجة في المكان ده القطعة الفلانية. مش كده ولا ايه؟ هو كتير بيبقى عندنا الامبلس ان احنا نشبط في حاجات، بس في قطع الفرش الكبيره وكده الحقيقه تصليح الاخطاء دي اصعب بكتير، زي ما ساره كانت بتقول، انك تجيبيها صح من الاول. عايزه اضيف كمان جزء في الحته دي، ازاي الواحد بقى يبلان اصلا، يعني ازاي الواحد يخطط هو يشتري ايه. ان هو بيبص على نفسه والاشخاص اللي في البيت وتشوفي احتياجاتكم عامله ازاي، وعلى هذا الاساس تروحي تشتروا الحاجات اللي انتم محتاجينها. دي حلو جدا. صح. ده غير طبعا الحاجات البيسك اكتر من كده، اللي هو المقاس والمساحة وانت المساحة تحتمل ايه. الخطأ بقى اللي بعده اللي متعلق بنفس الموضوع ده، موضوع ان الواحد لما بيزحم الحاجات في البيت او بيجيب حاجات اكتر من المساحة عنده في البيت تقدر تتحملها، ان هو ما بيبقاش فيه اماكن كفاية الناس تتحرك فيها، اماكن واسعة كفاية الناس تتحرك فيها اللي هي ممرات الحركة. فالواحد يبقى ماشي كده ويحس ان هو مثلا مزنوق وهو ماشي في الحتة دي، او مثلا يمشي بجنبه. مثلا بنشوفها كتير قوي في غرفة النوم، الناس تجيب سرير مش مناسب او حجمه كبير، ويبقى مثلا فرق بينه وبين الحيطة حتة صغيرة قوي، فتجيب مثلا كومود، تضطر تجيب كومود حجمه صغير قوي، او هي نازلة من على السرير وماشية ما تبقاش ماشية كده بأريحية وهكذا. دي نقطة مهمة قوي فعلا. مش لازم عامة كل الحوائط وكل الأركان اللي في البيت يبقى فيها فرش، ده بيدي وسع للبيت إن احنا نسيب شوية حوائط وشوية أركان فاضية كده يعني. لازم يبقى فيه مساحات يعني ما تقريبا ما فيهاش أي حاجة. الملاحظة اللي بعد ده بقى هنروح في اتجاه تاني خالص، اللي هو ميكسنج الحاجات، وخصوصا المعادن. يعني يمكن زمان قوي كان الناس بتحب كل حاجة تبقى سيتس، بس بعد كده اكتشفنا ان ده بيضيف انترست اكتر وجمال للبيت. ان مثلا المعادن انا ممكن احط فضي مع ذهبي مع اسود، وعملنا على فكرة فيديوز يعني بالتفصيل عن الموضوع ده. بس لو متلخبطة او مش عارفة ازاي تميكي معادن مع بعضها ويبقى شكلها حلو، حطي معادن دافية زي مثلا الذهبي النحاسي مع معادن باردة زي الفضي او الكروم، دول ميكس واحد من ده مع واحد من ده. وطبعا المعادن اللي لونها اسود، المعادن السوداء تمشي مع اي حاجة. لكن هقولك اي معدن مع اي معدن مش وحش، يعني لو عينك كده مستريحه له
اتس اوكي حطيهم مع بعض. الميكسنج المعادن ده ما فيهوش اي حاجه غلط. مش لازم النجفه تبقى لون المقابض تبقى لون المعدن اللي على الكرسي، مش لازم ابدا، بالعكس ده بيدي انترست اكتر انهم يبقوا ميكس. ونفس الحكايه هقولها بسرعه قوي بتنطبق على الاخشاب. ممكن يبقى في اخشاب غامقه واخشاب فاتحه في نفس الغرفه وفي نفس المكان، مفيش اي مشكله، مش لازم يبقى كله خشب درجه واحده، بالعكس ده يمكن يبقى احلى لو في شويه ميكسينج. بمناسبة الميكسينج بقى هتكلم على خطأ برضو بيجنني مفكرتني بيه، ان مش لازم مثلا غرفة النوم يبقى كل حاجة سيت واحد، مش لازم السرير يبقى نفس شكل الكومود يبقى نفس شكل الدولاب. انا شخصيا واعتقد كتير مننا زمان كنا بنعمل كده، لكن الميكسينج بيخلي الأوضة انترستينج اكتر ومثيرة للاهتمام اكتر، وبيدينا فرصة كده ان احنا نبقى كرييتيف وان احنا نحس ان احنا جمعنا الأوضة من اماكن كتيرة مختلفة. يعني انا عجبني السرير ده النهارده، والشهر الجاي عجبني الكومود من مكان تاني. انا دايما بقول ان احنا ناخد وقتنا ونختار فعلا قطع احنا حابينها وهتقعد كتير، ما نختارش بسرعه وبعدين نرجع نقول انا بحب على فكرة موضوع التجميع بالوقت ده، أيوة. خصوصا في الاكسسوارات. ايوه صح. بحب مثلا انا بحب الحاجات القديمه، بحب أيوة. مثلا اروح حاجات الانتيكات وكده واقعد اختار على مدار وقت يعني. أيوة. بيبقى البيت تحفه كده لما تحسي انه متجمع صح. بحب بالظبط. كده. الخطأ بقى اللي هنختم بيه، وهي حاجة لو بتتابعينا من زمان هتلاقينا بنقولها كتير جدا جدا، ان انتي ما تنجرفيش ابدا ورا الترندز اللي هي مثلا موضة السنة دي، او مثلا موضة الصيف، او مثلا موضة اللون. ولو انتي حد بيحب دايما يجدد وبتحبي تتبعي الموضة، ممكن تعملي كده في حاجات يعني مش كبيرة. يعني مثلا لو الموضة مثلا السنة دي ورق حائط لون معين، او ورق الحائط في العموم، اختاري حيطة معينة واحدة في البيت واعمليها ورق حائط. لو الموضة مثلا لون معين، حطيه في الاكسسوارات، في المخدات مثلا، في الفازات، في اي نوع اكسسوارات عندك. ولكن دايما بنقول انه اهم حاجة بيتك يكون بيعكس شخصيتك. يعني باختصار زي ما دايما بنقول اهم حاجه ان بيتك يبقى مريحك انت. الحاجات اللي قلناها النهارده دي مجرد خطوط عريضه هتساعدك ان البيت يبقى مريح للعين ومريح للعيشه فيه. نشوفك الفيديو الجاي. باي.